تمام. هنكتب هنا حاله اف، نقول لك بتاع الامتحانات دي بتاع امتحانات، وانت شفته الحمد لله في المراجعات النهائيه الحمد لله لما كنت بقول دي بتاع امتحان هي بتاعت امتحان. فانا هقول لك تريكات الامتحان بالمره. لو في هنا مضارع بسيط والناحيه الثانيه هنا في مضارع بسيط، وطبعا هنا في اف مليون في المية ثابته مع كل. لو احنا طرحنا مضارع بسيط من مضارع بسيط الاثنين مع بعض يطلع لك ايه؟ 1 ناقص 1 يساوي كام؟ يساوي صفر. اي حاجه ناقص اي حاجه تساوي صفر اهو. هنحط هنا زيرو، يبقى دي الحاله الصفريه. الحاله الصفريه بتتكون من مضارع بسيط ومضارع بسيط يطلع لك زيرو. طيب الحاله الاولى بتبقى ازاي؟ هنا مضارع بسيط وهنا التصريف الاولاني ويل، دي التصريف الكام؟ ويل، يبقى دي حاله كام؟ يبقى دي حاله اولى. طيب الحالة الثانية ماضي بسيط. هو الماضي البسيط ده عبارة عن إيه؟ الماضي البسيط هو التصريف تاني للفعل، تاني. الماضي البسيط هو التصريف الكام؟ التاني للفعل أو التصريف التاني. طيب ويل لو عايز أجيب منها التصريف التاني تبقى وود، يبقى التصريف الكام؟ التاني، يبقى دي حالة تانية أهو. شوف 2 2 2. نقولها من تاني، مضارع بسيط مضارع بسيط ده زي ده فاعتبرهم زيرو صفر، اعتبر ان انت طرحتهم مثلا طلع صفر. مضارع بسيط ده التصريف الاولاني وهنا ده غير ده وده اولاني فتبقى واحد. طيب هنا ماضي بسيط تصريف تاني وتصريف تاني فتبقى اتنين. يبقى انت كده فهمت اللعبه. يبقى ماضي تام اللي هو ايه؟ هاد زائد التصريف الكام؟ التالي. ايه البيب ده؟ انا كده ده كتبت بيب بجد. تمام اهو التالي. يبقى هنا would have زائد التصريف التالت يبقى حاله كام؟ حاله تالته اهو. خريطه خريطه اسمها ايه؟ حالات اف بحاجه عبيطه قوي قوي. تمام. نقولها من تاني، مضارع بسيط مضارع بسيط اتنين زي بعض اطرحهم يطلع لك صفر. طيب المضارع البسيط ده تصريف اول واللي تعتبر التصريف الاول يبقى واحد في الحاله الاولى. طيب الماضي البسيط ده التصريف الكام؟ التصريف الثاني وود تعتبر التصريف الثاني من ويل اهو. ويل وود اهو تصريف تاني او ويل وود. المهم ان في تصريف تاني، سيبك من وود يا عم. تصريف تاني. هنا ماضي تام هاد وكام والتصريف الثالث وده هاخد التصريف الثالث بحاله ثالثه اهو. سهله خالص، ممكن تاخدها سكرين شوت.